السلام عليكم. أسعد الله مساءكم بكل خير. تحية طيبة لكل المشاهدين. اليوم السبت 23 مارس 2019، يعني الجمعة الخامسة من الحراك الشعبي في الجزائر، يعني داخل الوطن وخارج الوطن. هذا الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي واستمر إلى غاية أمس الجمعة 22 مارس. هذا الحراك الشعبي بدأ محتشما نوعا ما وتطور مع تطور الأيام. كل جمعة يزداد اتساع. الغريب في الأمر أنه كل جمعة تزداد المطالب. أنا تكلمت في 1 مارس، يعني بعد الحراك أو بعد المسيرة الأولى في 22 فبراير، وقلت أن هذا الحراك الشعبي شبهته بكرة الثلج. قلت أن كرة الثلج هذه تكبر يوم بعد يوم، تكبر جمعة بعد جمعة، وكبر هذه الكرة كرة الثلج مع الأيام، مع مرور الأيام ستعود بالسلب على الطرفين، على أركان السلطة الفاسدة. في نفس الوقت إذا لم يتم استغلال واستثمار هذا الحراك الشعبي سيعود بالسلب على الشعب. نعم، سيصبح يعني هذا الحراك الشعبي هو سلاح ذو حدين. إذا تم استغلاله واستثماره من قبل الطرفين فسيصب في مصلحة البلاد والعباد، لكن إذا لا قدر الله لم يتم الاستغلال الحسن سيعود بالسلب على الطرفين. الآن بعد مرور 5 أسابيع، يعني الجمعة الخامسة، أنا عندي قراءة يعني خاصة. للأسف الشديد أتوقع أن هذا الحراك الشعبي سيصب في مصلحة السلطة الفاسدة أكثر مما يفيد الحراك الشعبي. تسألوني تقولوا لي لماذا؟ نقول لكم. أولا، في الجمعة الأولى والثانية والثالثة إلى غاية 8 مارس كان المطلب الأساسي والوحيد للشعب الجزائري في الداخل وفي الخارج هو لا للعهدة الخامسة، لا لمنظومة حكم بوتفليقة، لا لحكم حاشية الرئيس، لا لحكم أشقاء الرئيس. هذا هو المطلب الأساسي الذي ناضل من أجله ملايين الجزائريين في الداخل وفي الخارج طوال سنوات وليس أشهر أو أسابيع، منذ 2014، ونحن نقول أنه كفى تلاعب بمصير الدولة. إذا كنتم قد قبلتم، وهنا أوجه كلامي لصناع القرار من وراء الستار وبالخصوص أركان المؤسسة العسكرية، لأن بوتفليقة ما كان ليصبح رئيس جمهورية في 1999 أو في 2004 أو في 2009 أو في 2014، ما كان ليصبح رئيسا بل ملكا بل سلطان يتحكم في مصير الدولة الجزائرية، إلى درجة أنه قال بصريح العبارة: الجزائر هي أنا. بوتفليقة قال: الجزائر هي أنا هو الجزائر، الجزائر هي أنا وأنا هو الجزائر، يعني أصبح يمثل نفسه بالجزائر، هو الدولة. ما قالش أنا رئيس أو جزء من الدولة أو مواطن، قال لا، أنا هو الجزائر. والمخير في الجنرالات يجي يكنني أو يجي يمسني أو يجي يحركني. إذن الجنرالات هم اللي وصلوا بوتفليقة، مثل ما وصلوا قبله الله يرحمه بوضياف وعلي كافي الله يرحمه والشادلي الله يرحمه، كل الرؤساء وبن بلة وزروال وكل كل الرؤساء هم من صنيعة جهاز المؤسسة العسكرية، جهاز مخابرات أو المؤسسة العسكرية. المهم المؤسسة العسكرية هي التي تصنع الرؤساء والحكومات وحتى النواب والولاة وكل
أركان الدولة، هذا الشيء معروف. يعني أنا لا أكشف سر عندما أقول أن رئيس الجمهورية صنعته المؤسسة العسكرية. إذن الذي يتحمل المسؤولية أولا وأخيرا هم أركان الدولة الرسمية في الجزائر، وهم جنرالات أو كبار الجنرالات، لأنه عدد لا يتعدى يعني 60 جنرال اللي يتحكموا في زمام الأمور، قادة النواحي، قادة القوات، قادة الأركان، والمديرين المركزيين في وزارة الدفاع. هذو اللي يتحكموا في زمام الأمور. إذن قلت أنه المطلب الأساسي كان هو لا للعهدة الخامسة. بعد 8 مارس الرئيس أو حاشية الرئيس أو القائم مقام الرئيس استجاب للمطالب الشعبية وقال لا للعهدة الخامسة ولا للانتخابات الرئاسية. خلاص، بالفعل كنا نطالب بمرحلة انتقالية، لأنه لا يمكن أن يتم إجراء انتخابات رئاسية بدون مشاركة بوتفليقة. يعني في وجهة نظري أنا قلت أنه بوتفليقة مستحيل أنه يشرف على انتخابات نزيهة والشفافة لا يشارك فيها، مستحيل وهو حي، مستحيل. بوتفليقة إما أن يكون رئيس جمهورية أو يموت رئيس جمهورية أو يبقى الوضع على حاله، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى الشارع. ومن بعد كي يقولوا إلى الشارع الآن، هذا كما يقولوا بيت القصيد. استمرار المسيرات السلمية، استمرار المسيرات السلمية الحضارية بهذا الشكل يخدم مصلحة السلطة والنظام الفاسد أكثر من يخدم الشارع. الدولة ما يخاسر والو، يعني السلطة ما يخاسر والو. الأسبوع كامل الناس راهي خدامة وعايشة لاباس عليها، وكما يقول لك الدنيا هانية، السماء صافية، الشمس مشرقة، العصافير تزقزق، وخرير المياه راهو سيرتو مع الربيع جاية. الربيع يعني كما يقول لك الناس الدنيا هانية، أنا وحبيبي في الجبل لقط في النوار، والأمور عادية. نهار الجمعة الشعب يخرج القايطة والبندير ويرحل النظام، يرحل النظام، والنظام راه يشوف فيهم البايكو ويطبل، يرحل النظام، يرحل النظام، يرحل. المهم راهي سلمية، ما دام راهي سلمية وحضارية خلي كل جمعة يخرجوا يقيطوا يرحل النظام، والنظام راه يتبع. انتم عليكم تصغار الخبزة وانا عليا بالماكلة مرتين. هكذا واش راهم يقولوا صناع القرار. يعني أركان السلطة الفاسدة راهم يقولوا للشعب انتم عليكم تصغار الخبزة وإحنا علينا بالماكلة مرتين. أنتم كل جمعة خرجوا طبلوا وإحنا نتبعوا فيكم. عندنا مناطق محددة ما لازمش تقربوا ليها، الشرطة راهي تحمي فيها يعني حماية مليح، المقرات الحكومية يعني المراكز الحساسة. عندكم ساحة شهادة، عندكم بريمي ماي، عندكم ديدوش مراد، عندكم لاري ديزلي. مادام راهي السلمية غيطوا، اللي حب يرندف يرندف، واللي عنده بزاف ما يتلقاش مع صاحبه يروح يشوفه، واللي حاب يدير السيلفي مع الشخصيات الوطنية بكل سجاعة يروح يدير السيلفي معاهم، والدنيا هانية والحمد لله. نهار الجمعة قبل المغرب، نهار الجمعة كل واحد يدخل دارهم. هذا الحراك الشعبي إذا استمر 84 جمعة لن يضر سلطة الأمر الواقع، ما يقلقهمش ما دام راهو في إطار سلمي، والله ما يقلقهم. راهي الدنيا هانية، كملوا المسيرات نتاعكم، كثر خيركم، ربي يجازيكم، ما تديروناش مشاكل وكملوا المسيرات. لكن في حال انحرفت هذه المسيرات عن سلميتها وحدث أي شيء يخل بالنظام العام يؤثر على أمن واستقرار البلاد، في هذه الحالة سيتدخل الجيش بقوة وفق الدستور وفق القانون وفق المنطق وفق المنظومة العالمية. الجزائر لا تقع في كوكب المريخ أو زحل، الجزائر في موقع استراتيجي وهي بوابة أوروبا. يعني أي مشكل يحدث في الجزائر سيؤثر على أوروبا وعلى كل دول العالم، لأن الجزائر في منطقة استراتيجية وفي قلب الكرة الأرضية.
إذا لن تسمح لا أوروبا ولا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا أي دولة في العالم بانفلات الأوضاع وانفلات الأمور في الجزائر. ما دام راهي السلمية ربي يبارك، لكن يصرى فيها تخلاط سيتدخل الجيش ويتدخل بقوة. عندما يتدخل الجيش ستفرض حالة الطوارئ، سيتم تجميد الدستور، حل المجالس، ويعني حالة الطوارئ. ومن بعد أرواح المخير فيكم يا الهيشر يا القاشي الراشي يخرج من داره بعد 7 العشية. اللي ما عاشوش التسعينات رايحين يعيشوها درك. يعني بصريح العبارة يا إما تكملوا في المسيرات السلمية وخرجوا على رواحكم 90 أسبوع بشي 5 أسابيع، يا سيدي 50 أسبوع وخرجوا ما كانش مشكل، يا إما تديروا فوضى ويدخل الجيش. أنا أتوقع، خلوني نخرج شوية على الموضوع بعد نرجع لكم، أتوقع في الأسبوع القادم ممكن الأربعاء ولا الخميس يخرج سعيد بوتفليقة ويقول لكم أنا والله ما عاجبني الشغل اللي راه يدير فيه بوتفليقة عبد العزيز، هذا خويا والله بري منه، هذا والله لا بيعش المال. سعيد بوتفليقة، سعيد بوتفليقة شخصيا بكل شجاعة قادر يخرج لنا الخميس الجاي ويقول لكم والله أنا عبد العزيز بوتفليقة والله ما عاجبني، هذا خارج طريقه، وهذا النظام الفاسد هو اللي درنا وسطنا هذه البلاد هذه. ومن بعد كيخزر في ناصر يقول له واش رايك يا ناصر؟ قلت لك عبد العزيز والله ما هو مليح. ناصر يقول له والله راه عندك الحق السعيد، وصيناه قلنا له يا عبد العزيز خطينا من مشاكل هو اللي وصلنا، إذا يتحمل مسؤولية وحده. كل شيء ممكن في هذه البلاد ما دام اليوم العيفة سي العيفة المحامي خو أحمد ويحيى قعد يسقاه وعد محمد يعقوبي اللي نحييه بالمناسبة، وراح محمد يعقوبي قال له والله ما عجبني أنا أحمد ويحيى، هذا مش متربي، هو خويا وليدي ما وبابا بس الله ما عجبني. واش سي العيفة؟ قال خير. هذا درك فاهمونا درك كيما يقول لك الناس وليتوا انتم الناس ملاح وحنا ولينا ولاد كلب ولا واش؟ ها فاهمونا ستي. يا سي العيفة فاهمنا، انت كنت مترشح للانتخابات البرلمانية السابقة وما نجحتش، وين كنت مشارك في الموزمبيق؟ كنت مشارك في هذا النظام الفاسد. يعني لو كان نجحت لو كان راك ديبيتي يولي يحيى ناس ملاح خوك حمد، بصح كي ما نجحتش ولا مش مليح. خلونا بالتمسخير هذا يا سي. البارح يخرج الناس يا شهاب الصديق ما حشم لا قدر لا حشم لا والو يتبرى من بوتفليقة، عيب يعني هذا عيب يا عباد ربي عيب. احشموا شوية، احشموا صح. أحمد ويحيى ما يسواش بصلة، بصح باش يقولها لي العيفة خوه ما نقبلهاش، يقولها لي واحد خد آخر مقبولة، بصح يجيني العيفة يقول لي خويا والله ما هو ناس ملاح، أنا نقول له شد فمك ريح في داركم وشد فمك، خاطر هذا الكلام ما يفوتش على راسي أنا، ما يفوتش على مخي. الخرجة تاع شهاب الصديق نفس الشيء، أنا نقول لهذا العيفة ويحيى ونقول لأحمد ويحيى ونقول لهذا يا معاذ بوشارب ونقول لهذا الصديق شهاب، أنتم احسموا على عرضكم وخافوا ربي في نفوسكم وفي ولادكم. الوقت غير مناسب لظهوركم إعلاميا، شدوا فامكم وشدوا دياركم، شدوا فامكم وشدوا دياركم. قل يعني كلام طيب أو بلع فمك. انت شهاب الصديق انت ويحيى وهاد لاكليك اللي راهم معاك، هاد الوجوه المقزدرة، مع كل احترامي يا شهاب نهضر معاك شهاب يعني كقيادي في الأراندي، كمواطن عادي نتلاقى معاك غدوه في باري ولا في اي مكان، ولا في الجزائر ولا في جنيف ولا اي مكان، نسقهوا ونتغداو وما عندي حتى مشكل معاك شخصي. لكن كرجل سياسي كقيادي كنائب كسيناتور كرئيس بلدية القبة بكري، وكي نقول لك رئيس بلدية القبة يعني رئيس مندوبية داك تاع بالقبة، يعني افهم باللي نهضر لك على 96 و 97. يعني انتم راكم رجال نتاع النظام في الوقت الحالي في الظروف الحالية، المطلوب منكم أنكم تشدوا سابعكم وتبلعوا فامكم. أحسن حاجة تديروها للبلاد للجزائر ولأنفسكم وللتاريخ ولولادكم، تشدوا فامكم تبلعوا فامكم. خلوا الناس اللي نظيفة نوعا ما تتكلم. أنتم تاريخكم أسود إذا ما تكلموش.
هذا العيفة هذا مع كل احترامي ليه السي المحامي العيفة نقول له هذا الكلام هذا تاع يحيى ماهوش اسم ملاح وكذا هذا روح قولوا لمرت يحيى وبنت يحيى ما تجيش تقولوا للشعب الجزائري يقول لهم يحيى ماهوش مليح. عيب. عندك مشاكل تو خوك ما تفهمش تو حمد حل مشاكلك معاه في الدار. ما تجيش دير لنا يعني كيما يقول لك الناس كرنفال في الدشره وتقول انا والله خويا والله ما هو مليح هو جزء من النظام ولازم له يرحل. هذه على بالنا بها. جيب لنا جديد اعطينا جديد اعطينا يحيى وش يملك. إذا راك صحاب تفضح خوك اعطينا املاك ويحيى ماذا يملك ويحيى فوق الارض وتحت الارض. ها يا سيدي ما دام راك كيما يقول كون سبع وكون يا سيدي ورينا ويحيى هذا وش يملك ويحيى هذا وش يدير ويحيى هذايا ما هي سياسته يعني كيما يقول لك الناس في البلاد. ما جاش قلنا ويحيى فاسد على بالنا بلي فاسد ويحيى هذا يقول لك انا فاسد. احمد ويحيى يقول لك انا رجل مهام قادره انا ما نسواش بصله. دوك تجي العيفه تقولنا ويحيى مش مليح. دوك السمانه الجايه يخرجنا سعيد بوتفليقه ولا ناصر يقولنا مش مليح. اللي ممكن ما ديرهاش فحله زهور ما تقولش باللي عبد العزيز موش ناس ملاح لانها فحله واقفه مع خوها الاخر. بصح الاخرين انا نتوقع يخرج لنا السعيد ولا ناصر ولا تسمى واحد من لافامي تاعو ولا يخرج لنا بالكش ممكن جدا يخرج لنا هذا واش مختار رقيق ولا يخرج لنا حبه العقبي ولا يخرج لنا مش عارف انا رقاب ولا يخرج لنا واحد من الحاشيه ويقول لك والله بوتفليقه عبد العزيز والله ما هو ناس ملاح. احنا كنا نقولوا له اختيك هو كان هو مسكين عبد العزيز راه عنده 3 سنين 4 سنين وهو مسكين في عداد المفقودين راهو غايب في حكم ربي ماناش عارفين كاع راه عبد العزيز بوتفليقه. لكن ممكن جدا يخرجون السنه الجايه كما واحد من الحاشيه المقربه ويقول عبد العزيز بوتفليقه ماهوش مليح. ما دام خرجنا العيفه خو يحيى خلاص. اذا المطلوب من هاد الناس احسن حاجه ديروها للجزائر واحسن حاجه ديروها لنفوسكم وللشعب الجزائري انكم تبلعوا فاكم وتشدوا دياركم وتخلوا هذه العاصفه تمر مرور الكرام. شوفوا بالنسبه للمسيرات انا قلت لكم انه كاين خيارين لا ثالث لهما. اما ان تستمر هذه المسيرات في اطارها السلمي الحضاري وتقعد 10 شهور 10 سنين 10 قرون لن تؤثر في النظام الفاسد ولن تغير في سياسة الأمر الواقع شيء. تصب هذه المسيرات السلمية في مصلحة السلطة الفاسدة واستمرار الوضع على حاله. يبقى الحال على حاله وعلى المتضرر أن يلجأ إلى الشارع يدير وش يحب. يا إما المسيرات تنحرف على إطارها السلمي وهنا يصبح من الضروري والأكيد تدخل الجيش لحماية الوحدة الترابية لحماية أمن واستقرار البلاد لحماية مؤسسات الدولة ويدخل الجيش وكي يدخل الجيش أرواح أنت وفريها. إذا تسألني تقول لي بالنسبة لي أنت تعطينا في المشاكل أعطينا الحلول ماذا تقترح وما هي الحلول؟ أوكي أنا أقترح حوار. هذه السلطة الفاسدة وهذا النظام الفاسد أو بلا ديال السماء أو بلا قسام الأرزاق ما هم خارجين. إلا راكم تتخيلوا باش يعطوكم هذا كيما يقول لك الطبق من ذهب يعطوه لكم في يديكم راكم تحلموا وأنا كي نقول لك راكم تحلموا مش كما كان يقول معاذ بوشارف في وهران الشعب هذا يحلم. لا أنا كي نقول لك تحلموا بناء على معطيات ومعلومات رسمية. أركان النظام الفاسد وأركان السلطة الفاسدة لن يسلموا السلطة هكذا للشارع. ما يعطوش الشارع. الجزائر ليست سوريا. الجزائر ليست سوريا وليست ليبيا وليست اليمن وليست العراق وليست السودان. ما تملكه السلطة الفاسدة في الجزائر من خبرة في التعامل مع هذه المواقف لا تملكه أي دولة عربية في العالم. أستطيع أن أقول لا تملكه أي دولة في العالم. لأن الإرهاب انطلق في أفغانستان وعشش بل تمدد أفقيا وعموديا في الجزائر. أول دولة وأكبر دولة في العالم عانت من الفوضى والإرهاب والتخريب والفساد وهي الجزائر.
لا توجد دولة في العالم عانت ما عاناه الشعب الجزائري من ويلات في الماضي وفي الحاضر منذ العصور الغابرة، الاحتلال ما قبل العصر الحجري. كل المعارك التي خاضها الشعب الجزائري خرج منها منتصرا في الأخير. حرب مع أقوى دولة في العالم في القرن الماضي عسكريا وهي فرنسا، من أكبر الدول، بل أكبر الدول، أكثر من بريطانيا وأكثر من أمريكا. في 1830 إلى 1890 أو 1900 أقوى دولة في العالم هي فرنسا. احتلت الجزائر قرن و30 سنة أو 32 سنة، لكنها فشلت في الأخير. الإرهاب الذي مس الجزائر لم يمسس أي دولة في العالم إلا وحطمها. أي دولة دخلها الإرهاب تحطمت. أفغانستان تحطمت، العراق تحطمت، سوريا تحطمت، ليبيا تحطمت، السودان تحطمت، تونس الأخيرة راهي تعاني حتى وعمليات بسيطة، عمليات بسيطة قال له طبعوا زيد ليه، قال لك عملية إرهابية وراهي تعاني. اليمن تحطمت، لكن الجزائر تكسرت بالفعل، لكنها لم تتحطم ولم تنهار ولن تتحطم، ولن تتحطم، لأنه الدماء اللي سقات هذه الأرض الطاهرة، أقصد الجزائر، الدماء التي سقت الأرض الطاهرة في الجزائر، هذه الأرض لا تسقط ولا تتحطم ولا تمسسها أي شائبة تؤثر في مسارها حتى وإن تعثر. قد تمر الجزائر ببعض المطبات وبعض التعثرات، تطيح وتنوض تطيح وتنوض، لكن الذي يريد أن يسقط النظام أنا نقول له راك غلط راك غلط راك غلط. إذن الحل الوحيد هو الجلوس على طاولة حوار مع هؤلاء الفاسدين، هؤلاء المفسدين الناهبين السراقين. أوكي سراقين، أوكي هذا السراق، أروح نتناقشوا كيفاش نسترجعوا السلطة المسروقة المنهوبة. أنا أعطيكم مثال في أكثر من مرة، وبالأمس تكلمت في تدخل على قناة النهار وقلت أنه إذا كان المجاهدين الشرفاء، إذا كان الشهداء الأبرار في في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، في 59 إلى غاية 60 دخلوا في مفاوضات مع الاستعمار الفرنسي، مع ديغول، دخلوا معاه في مفاوضات بعدما تأكد الاستعمار الفرنسي أن هذا الشعب، أن الشارع الجزائري مصر إصرارا على الاستقلال. قال لهم أوكي معليش تدوا الاستقلال وراكم بينتونا باللي دولة قوية وعندكم جيش قوي وقتلتونا وعذبتونا وحركتونا ودرتونا، إذن راحوا نتفاوضوا. دخلوا معاه في مفاوضات أدت إلى الاستقلال الرسمي في 19 مارس 1962. المفاوضات 62 19 مارس أدت إلى الاستقلال الجزائري والحمد لله. خلونا نعتبروا هذا النظام الفاسد، هذه السلطة الفاسدة نعتبروها حكومة فيروسية. خلونا نعتبروا بوتفليقة ومن معه ديغول، شارل ديغول، والحكومة اللي كانت مع ديغول ندخلوا معه في مفاوضات. هذا ديغول يا سي بوتفليقة لا راهو حي ولا ميت، أو اللي معاه الحاشية اللي معاه سعيد أو واحد اللي راه يتكلم باسم الرئيس، ندخلوا معاه في مفاوضات. هاي نقعدوا في الطابلة واش تحوسوا، احنا الشعب واش قابلكم يا سعيد يا بوتفليقة، الشعب ماهوش قابلكم خلاص. إذا اخرجوا بالملاحة، خلونا الجزائر نظيفة، خلونا الجزائر كما يقول لك مسقمة، ماناش حابين تتهدم على روسنا وعلى روسكم، لأنه الخراب إذا كان جاء سيعم، سيمس الجميع. واش دايرين في بالكم باللي فوضى كي تنوض راح تمس حاشية الرئيس فقط؟ مستحيل، راح تمس الجميع، ندخلوا كامل في دوامة عنف لها أول وليس لها آخر. إذا الآن خلونا نتناقشوا نتفاوضوا على خروج آمن وحل جذري للأزمة. إذا كان ما وصلناش النتيجة نعاود نرجعوا للشارع.
يعني الشارع ديدوس مراد هذا مش راح يتبدل، مش راح يتسكر بكاظنا، ماهوش مجلس الشعبي الوطني. الشارع هذايا موجود، نعاودوا نخرجوا نهار الجمعة ونعيطوا ونديروا كذا والزرنا ونجيبوا القايطة والبندير ونرفدوا العلامات، ورفدوا العلام حتى تاع الهنشيرتو مغني وسموه حمام دباغ وزلفانة، وكل واحد عنده علم في دارهم يمثل القبيلة نتاعو يخرجوا. ولادنا يخرجوا العلم، الشعامبة خرجوا العلم، الأمازيغ خرجوا العلم تاع الانفصال، وراه كل واحد دركا ولا يخرجنا في العلم نتاعو. هايس صح، خلونا نتفاوضوا قبل باش نلقاو حل نجنبوا البلاد والعباد ويلات أكبر ومستقبل أسوأ وقادم أسوأ. خلونا نجنبوا البلاد. إذا كان ما وصلناش نتيجة وجدنا أنه هؤلاء الفاسدين أركان النظام الفاسد مصرين على البقاء مهما كانت الظروف، نعاودوا نخرجوا للشارع. الشارع مفتوح، نعاودوا نخرجوا للشارع ونقلبوا الدنيا. لكن الآن بعد 5 أسابيع من الحراك الشعبي علينا أن نقول نعم للحوار، خلونا نتحاور. السؤال المطروح الآن، أين هم ممثلي الحراك؟ لأن السلطة الفاسدة عندها ممثلين عرفناهم. جابوا لنا بدوي، نور الدين بدوي، وجابوا لنا رمطان العمامرة، قال لك هذو هو اللي نعطوهم يتحاوروا معاكم. أوكي، جابوا لنا يا سيدي نعتبروهم جابوا لنا أبا سفيان وأبا جهل. خلونا في وقت الجاهلية جابوا لنا أبا جهل وأبا سفيان. هاي يا سيدي قال لك كتبا أخرجوا لنا شجعانكم. هاي يا سيدي، هاي الرجالة الزينة خرجوا لنا وشكون يتحاور معاهم. كي تقول لي ما نقبلش بدوي وما نقبلش رمادنا، ايه واش تقبل؟ واش تحاول نجيبوا لك؟ فاهم واش تحاول تجيبوا لك؟ عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن العاص؟ فهمنا واش تحاول يجيبوا لك يا بخلونا، فهمنا واش تحاول يجيبوا لك، اعطينا واش تحاول يجيبوا لك. هم جابوا لك من قوم قريش أبا سفيان وأبا جهل، خرجنا أنت من عندك شكون؟ جيبنا من عندك من الصحابة يا سيدي اللي راك تحوسي يتفاوضوا مع هذا القريش هذو. جيب لنا واش راح يتولوا خير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقاد مفاوضات صلح الحديبية. صلح الحديبية مفاوضات كما مفاوضات إفيان صرات في الجزائر. في وقت الرسول كانت كاين مفاوضات سموها صلح الحديبية، وكثير من المفاوضات الرسول دارها مع الكفار اللي خارجين ملة ربي سبحانه. انتم وش نهي؟ خلونا نعتبروا يا سيدي هذو وقلنا راهم خارجين من الملة، خارجين من القانون، هذو راهم فاسدين، هذو راهم من قريش. يا سيدي رمادنا هذا وبدوي راه من قريش، أبا جهل وأبا سفيان. اجبدوا لنا انتم من عندكم الشجعان الفرسان يا جماعة الحراك الشعبي يواجهوا هؤلاء الفاسدين ويناقشوهم. أنا عندما أقول هذا الكلام أنا لست ضد الحراك الشعبي، ولكن مع تأطير هذا الحراك الشعبي ووضع خارطة طريق وشروط معينة. ماذا نريد؟ أنا شخصيا سعيد بن سديرة ناضلت سنوات عديدة من أجل لا للعهدة الخامسة، لا لحكم بوتفليقة مستقبلا. وطالبت قبل ما يعلن بوتفليقة عن انسحابه من الانتخابات، وقبل أن يعلن بوتفليقة عن تأجيل الانتخابات، إلى تتبعوا الفيديوهات السابقة أنا طالبت بمطالب معروفة. قلت لا للعهدة الخامسة، نعم لتوقيف الانتخابات والمرور بمرحلة انتقالية يبقى فيها بوتفليقة على رأس هذه السلطة الفاسدة يملك ولا يحكم، لأنه حلمه أن يموت رئيس الجمهورية. خلونا نحقوا له حلمه يموت رئيس الجمهورية. خلوا السيد بقاو له أيامات، بقاو له أسابيع، بقاو له أشهر عادية قليلة، يموت رئيس الجمهورية، نديروا له جنازة رئاسية، ثم ننظم انتخابات رئاسية تليق بمقام الشعب الجزائري، ونستمروا في بناء دولة لا تزول بزوال الرجال. الآن بوتفليقة استجاب للمطالب، قال أوكي أنا لا أريد أن أترشح لعهدة خامسة، ولا أريد استمرار حكمي،
وهاني وقفت الانتخابات، وهاني نطالب بندوة وطنية لتحضير انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. بعد 3 شهور 4 شهور نديروا انتخابات رئاسية، ولن أترشح لهذه الانتخابات. واش تحوسوا أكثر من هكذا؟ أنا واحد من الناس طالبت بهذه المطالب اللي راهي تحققت الآن. الآن مطالب أخرى أنا غير معني بهذه المطالب. ارحلوا جميعا، أنا ما قلتهاش رحلوا، لكن أنا قاعد نقول لكم كي تقولوا لهم رحلوا مع من تتحاوروا ما هو البديل. ما هو البديل؟ أنا كلامي هذا موجه إلى الشارع، إلى الشعب الجزائري. أطلب من الشباب في الميدان تنظيم أنفسهم وتعيين ممثلين عنهم، ويعني رسم خارطة طريق وشروط معقولة ومقبولة يقبلها المنطق ويقبلها القانون. وعينوا ممثلين عليكم يا سيدي، عينوا ممثلين، كل ولاية تعين 4 ولا 5 عليها ولا 6 ولا ساديبون شحال، ويحضروا في لقاء وطني ويتفاوضوا مع ممثل السلطة الفاسدة. إذا كان وصلتوا إلى نتيجة اللهم بارك، كفى المؤمنين شر القتال. إذا ما وصلتوش النتيجة عاودوا خرجوا للشارع. الشارع ما يتسكرش، مفتوح. عاودوا خرجوا للشارع وديروا مسيرات، ديروا اعتصام. لكن الآن السلطة تقول لكم ايه روحوا نتحاوروا، انتم تقول لهم لا ارحلوا، يروحوا نتحاوروا لا ارحلوا، يروحوا نتحاوروا ايه ما ارحلوا. هانا رحلنا يا سيدي، هانا رحلنا، روحوا تحاوروا مع نتحاور. هاني راحل وندي معايا المفاتح وندي معايا الباسورد، ندي معايا الموت باس وراني رايح. اروح يا بوخلونه يا المنتن يا المصنان، اروح ادخل قصر الرئاسه. تجي داخل القصر الرئاسي ما عندكش مفتاح، تجي داخل قصر الحكومه ما عندكش مفتاح، تجي داخل بلديه الهنشيرتو مغني ولا بلديه ثنيه الحد ما عندكش مفتاح. كي لا تدخل ما عندكش مفتاح، هم داو المفتاح وراحوا. اذا المطلوب ارواح سلمني المفتاح بالعقل، بصح باش يسلم لك المفتاح وتضرب فيه على الظهر ما يغطيلكش. نعطيك المفتاح كي نقعدوا على طابله، خليني نخرج كوارتي، خليني نسقم روحي، خليني نلبس فيستي ونلبس سروالي ونخرج. هذا هو المنطق. انتم تحاولوا تخرجوا ناس عناية، هو ما يخرجش، هو يحرق الدنيا وما يخرجش، لانك معول تخرجوا عريان ما يقبلهاش. اذا خليه يخرج بسروالو. بصح قال اسمح لي هذيك الفاليزه اللي معمره هذيك ما تديهاش، الفاليزه انت نخلوك تلبس سروالك وفيستك اوكي، وتلبس تريكو تاع صوف، راه البرد برا معليش، بصح الفاليزه هذيك راهي معمره كوارط ودراهم ودوسيات، هذيك انا ما نخلوكش تدوها. هذا هو الكلام المنطقي. الفاسدين هذو نحاولوا كيفاش نستلموا منهم السلطه باقل الاضرار، باقل الاضرار. الان كلامي نوجهه لاركان السلطه الفاسده. اركان السلطه الفاسده نقول لهم انه بالفعل يا جماعة الرئاسة ويا جماعة الحكومة وجماعة بدوي وجماعة، أنتم بالفعل مستفادين من هذا الحراك السلمي، لأنكم متفقين مع القيادة العسكرية القايد صالح اللي ما يقدرش يخون العهد مع بوتفليقة ومع الجماعة، أنه مادام الحراك السلمي خليه يلعبوا، خليه ما كان والو. هذو وليداتنا، هذو لي جان تاع العاصمة وتاع كذا الجمعة يخرجوا يديفوليو شوية، الناس ضايقة روحها يخرجوا يعيطوا مش عارف شنو هي وكذا كذا، والبياري ومش عارف الساعقة وكذا كذا. خلي يديفوليو وتوش قلقك، خلي كل جمعة يخرجوا اوكي يا با بروبليم. حنا رانا مريحين وهما راهم يخرجوا كل جمعة والدنيا هانية. بصح كاينة حاجة سي القايد، إذا كان هذا الحراك هذا ينحرف ويضر بمؤسسة الدولة لازم تتدخل. اوكي متفقين سي نورمال، امن واستقرار البلاد اولى من كل شيء. اذا استمراركم في الحراك يا الشعب الجزائري يخدم السلطة، استمرار الحراك السلمي والحضاري راهو يخدمكم. لكن كاينه حاجه ما كنتش فاهمينها يا جماعه السلطه الفاسده، انه صبر هذا الشعب الجزائري لن يطول.
سينفجر وسيحول هذه المسيرة السلمية إلى فوضى وخراب. وكي نقول ستتحول هذه المسيرة إلى فوضى وخراب، أنا نقصدكم أنتم، حتى كاين بعض الأطراف منكم أنتم يا صناع القرار يا السلطة الفاسدة، ونعرفكم وتعرفونا، اللي ممكن في أي لحظة من اللحظات يخرجوا سيارات ويخرجوا جماعة ويقول لهم روحوا، أبدأ من جهة، تيري من جهة وخلاص. الكلام هذا يعني موش حتى نقولوا دارنا مخضو كما نقولوا، الكلام هذا على بالكم به. يعني في أي لحظة من اللحظات تنفح لكم واحد يكون خابط من الجماعة يكون ضارب فيها كما يقول لك الناس دوزات ملاح، يعيط للجماعة يقول لهم هيا شوفونا هذوك الجماعة، يقول لهم يطلعوا في الطوموبيلات هذوك، طوموبيلات عادية رافالي هاي. ومن بعد قال عملية إرهابية. وأنا حذرت قبل أيام، قلت لكم أن هناك بعض المستفيدين من هذا التخلاط يملكون شركات أمن وحراسة، وعندهم ناس مسلحين، وناس مسلحين ما همش بليكراشينكوف، مسلحين يا إما بأسلحة خفيفة ديبية يعني كوابس صغار، أو الفيزيا بومب المضخات، يعني البندقية تاع المضخة هذيك. وهذيك إذا ضربت واحد معناتها ما يجرحش، حبة تدخل منها تخرج منها، حبة تدخل منها تخرج منها. وهذه الشركات تاع الحراسة راه عندهم ميليشيات محضرينهم للوقت المناسب، إذا زاد الحد، إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. إذن في أي لحظة من اللحظات سيتم استعمال هذه الميليشيات، ويقول لك عمليات إرهابية، لأنه حتى الأسلحة اللي يملكوها هؤلاء الفاسدين، هؤلاء الأباطرة، تشبه الأسلحة لعند الإرهابيين، تدخل في إطار عمليات إرهابية، وندخلوا في فوضى كان هنا وراح طار الحمام. إذن في هذه الحالة أقول لصناع القرار السلطة الفاسدة، أمامكم فرصة يعني من ذهب أنكم تراجعوا حساباتكم. قضية الوزير الأول بدوي هذه ما يجي داخله في الراس. أنتم على بالكم باللي بدوي لا يستطيع أن يقود حكومة انتقالية وحكومة أزمة. إذن خيار بدوي نحيوه، جيبوا ناس من داخل النظام الفاسد، من أركان السلطة الفاسدة، لكن شوية نظاف، الأقل شوية نظاف، أقل نظافة، يعني أقل وساخة، شوية نظافة أقل وساخة من يحيى ومن سلال ومن شهاب الصديق ومن بدوي ومن بن غبريط ومن هذو الجماعة اللي راهم في الحكومة وفي النظام. كاين بعض الناس هما من أبناء النظام لكن نظاف، نوعا ما نظاف، ما نقولوش أنبياء، لكنهم نوعا ما نظاف. وذكرنا لكم بعض الأسماء. جيبوا مثلا الدكتور بن بيتور، استنجدوا به، عيطوا له، قال بن بيتور أرواح، قود لنا حكومة انتقالية، حكومة تكنوقراطية، ولك كل الحرية في اختيار أعضاء الحكومة، حكومة أزمة. ماناش محتاجين وزير الصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري، ما عندنا ما نديروا بعذرينهم في ذا الوقت. محتاجين حكومة تتكون من أكثر شيء 10 وزراء، الوزراء السيادية، الوزارات السيادية، يعني حكومة أزمة. أقترح أنا كمواطن جزائري من حقي أقترح بن بيتور وزير أول أو رئيس حكومة، رحابي عبد العزيز رحابي نائب وزير أول، يقودوا هذا الحكم. من بين الوزراء أقترح بعض النواب السابقين اللي انضاف، وذكرت الأسماء: محمد فراد أرزقي، إنسان ابن شهيد، نائب سابق، إنسان وسطي معتدل ويصلح لهذه المرحلة. وهؤلاء يقدروا يختاروا من بين الشباب اللي راهم في الحراك. الشباب كي نقول شباب ماناش نتكلموا على الشباب، ماناش راح نديروا ماتش تاع بلوطة نجيبوا من الشارع،
ماناش رايحين نديروا ماتش تاع بلوطه ونكونوا جمعيه خورطولوجيه ونجيبوه من الشارع روح ودخل، لا. قلنا من الحراك يعني من النخبه، اساتذه جامعيين شباب لا يتعدى سنهم 40 سنه، اطارات دوله، قضاة، محامين، صحفيين، طلبه جامعيين، اساتذه. هؤلاء اللي خرجوا للشارع اختاروا منهم بعض الاطارات النزيهه واعطوهم حقائب وزاريه كل في تخصصه. جيبوا قاضي نزيه من بين القضاة اعطوه وزير العدل، جيبوا استاذ جامعي محترم يشهدوا له الناس بالكفاءة والنزاهة والالتزام والأخلاق الحسنة عينوه وزير التربية، جيبوا واحد عينوه وزير التعليم العالي، جيبوا واحد شاب من الشباب ويكون إطار من إطارات الدولة أعطوا له وزارة الشباب والرياضة مثلا باش يهدي الأمور، جيبوا واحد خبير استراتيجي في الاقتصاد أعطوا له وزارة المالية، وهكذا. جيبوا واحد دبلوماسي محنك من وزارة الخارجية وما أكثرهم من إطارات في وزارة الخارجية أعطوا له وزارة الخارجية، هذا رماتنا، هذا إذا كان تحتاجوه خلوه مستشار ينسق لكم مع المصالح الخارجية، لكن أن يكونوا في الواجهة الشارع يرفضهم. في الأخير أقول على الشعب الجزائري أن يفهم أن استمرار هذا الحراك الشعبي وهذه المسيرات كل جمعة لن تؤثر في السلطة الفاسدة ولا تضرها بل تفيدها، لأنه كل ما تستمر هذه المسيرات كل ما النظام راهو مرتاح، ما دام راهي السلمية خليه يخرجوا يعبروا عن شعورهم، يقيطوا ويرقصوا ويقنوا ويخطبوا ويتزوجوا، واحد منزل لي بلاكا زوجوني، واحد توحشت ناصيرة، واحد راني محتاج المقارون، واحد والله البارح كنت حاب ناكل بيتزا وقلت البيتزيريا مسكرة، واحد رافد لي علم تاع الانفصال، الاخر جايب لي علم تاع ولاد نايل، الاخر جايب لي علم تاع مش عارف انا الشعامبه، واحد تاع كينانه، واحد يعني ايش الكرنفال هذه، خلونا من سوق موك، هذا سوق الليل، خلونا متمسخر. احنا خرجنا على مطالب سياسيه لا للعهده الخامسه، خلاص. الان ترفد لي علم ولاد نايل وعلم ولاد علان تاع عين بوسيف، غدوه يجيبوا لك علم ولاد علان، ومن بعد كاس السحابات، ومن بعد كيجيبوا لك ولاد رحمن تاع عين وسنه يجيبوا لك علم، ومن بعد كيجيبوا لك ثاني جماعه النمام يجيبوا لك علم، جماعه الحراك يجيبوا لك علم. يا راه كل قبيله عندها علم السي محمد، يا كل قبيله عندها علم. واش غير انت يا ذاقي ناقي وعندك علم تاع الانفصال؟ يا كاع عندهم علم. يا بلادي جدكم غير غدوه ندير لكم انا علم تاع البيرينس، المعدات عندهم ثاني علم. هيا شوفوا لي غدوه المعدات يديروا لنا علم ويرفدوا عاصرين وثاني يروحوا يشاركوا غدوه نهار الجمعه الجايه في المسيره، جيبوا لنا جماعه المعدات يشاركوا، والعبازيز يشاركوا، وولاد زيان يشاركوا، كل واحد يجيب العالم تاعو. واش غير انتم اللي عندكم الخرطولوجي تاعكم؟ خلونا بالتمسخير. حنا قاعدين نقولوا باللي للحفاظ على كيان الدوله، للحفاظ على التراب، للحفاظ على يعني مقومات الدوله الجزائريه، لا بد من حوار، لا بد من حوار، لا بد من حوار. هذا الحوار لا يقصي أحد إلا من أقصى نفسه، لا يقصي أحد، حتى الناس اللي تعاقبوا ظلما بما فيهم الجنرالات الخمسة. نعم أنا نأكد الجنرالات الخمسة اللي كانوا في السجن مظلومين محقورين، بالرغم من انهم امبراطوريين، كانوا كما يقول لك الناس ديكتاتوريين، كل واحد في الناحيه تاعو. الحبيب شاتوف كان رب الناحيه العسكريه الاولى، عبد الرزاق شريف كان رب الناحيه العسكريه الرابعه، سعيد باي كان رب الناحيه العسكريه الثانيه، وكلهم يعني وزيد بوجمعه بودواور ومناد، وكان واحد يقدر يحل فمه معاهم. لكن صارت بعض المناوشات بينهم بين القيادة، بينهم بين القايد صالح، وبعض الاختلاف، قال لك هذو فاسدين دخلوهم الحبس. هذا كلام غير منطقي وما يدخلش في الراس ومش مقبول خاص، لأنه الجنرالات اللي راهم فاسدين أكثر ودايرين المنكر أكثر راهم خارج السجن وواحد ما يهضر معاهم. إذن
في الندوة القادمة التي ستشرف عليها السلطة الفاسدة، من الضروري والأكيد إشراك كل الشخصيات الوطنية المدنية والعسكرية، بما فيها هذا الجنرالات، بما فيها أقول وتحمل مسؤوليتي، بما فيها شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ. نعم، أنا مع مشاركة علي بالحاج في الندوة. علي بالحاج أخطأ في 92 ودفع الثمن، أخطأ في 92 وكنا ضده، ادفع الثمن 12 سنة في السجن. خلاص، الآن علي بالحاج مواطن جزائري، من حقه أن يشارك في الندوة الوطنية، من حقه أن يشارك في جزائر الغد، مثل قمازي أو مدني مزراق أو كل الذين ساهموا في هذه الأزمة ثم إن تابوا أو صارت لهم مراجعات. نعم، أنا مع إشراك كل، أطالب كذلك بإطلاق سراح أو رفع الحصار أو رفع الإقامة الجبرية على الجنرال حسان، لأن الجنرال حسان نفس الشيء بريء، تم الزج به في السجن نتيجة تصفية حسابات. نعم، حتى الجنرال حسان سيكون له دور في جزائر الغد وفي المفاوضات وفي الندوة الوطنية القادمة، مثل الجنرال خالد تاج خالد اللي راهو في السجن مسكين لحد الآن، مثل العقيد عبد العزيز مدير الأمن العسكري الناحية العسكرية الثانية اللي راهو في السجن لحد الآن. هؤلاء كلهم ضحايا نظام فاسد، ضحايا سلطة فاسدة، ضحايا تصفية حسابات مع بعض المسؤولين. الآن وأكثر من أي وقت مضى نطالب بمصالحة وطنية شاملة. نعم، الآن وأكثر من أي وقت مضى نطالب بمصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحد، لا تقصي أحد، لا تقصي أحد. نتمنى الخير للجزائر، نتمنى الخير للجزائر، الجزائر أولا والجزائر قبل كل شيء. ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.